ازيكم يا شباب؟ عاملين اتمنى تكونوا بخير. النهارده جايب فيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب هيكون مختلف خالص. فيديو النهارده يا شباب ازاي هتعرف تتداول في باينانس من الفيوتشر يا شباب بطريقه سهله جدا، وان شاء الله برضو تقدر تحقق ارباح. ولا انتوا عايزين برضو يا شباب نعمل جروب ننزل فيه توصيات او كده؟ برضو اكتبوا في التعليقات، عشان الجروب بتاعي اللي انا كنت بنزل فيه عن المواقع والحاجات دي طبعا زي ما انتم عارفين الرقم اتقفل طبعا، يعني قايل كل ده قبل كده فمش عايز اقول تاني. فبرضه يا شباب هوريكم. خلونا نبدا بالفيديو على طول. اول حاجه يا شباب عندك هنا، لو انت عايز تعمل اهم حاجه عشان تعملها طبعا عشان تروح تتداول الى الفيوتشر، هتقوم متكه هنا عند العقود الاجله، هتقوم متكه عند تحويل. تمام. هنا عندك اليو اس دي تي، اللي انت مثلا اي عمله عايز تدخلها، اليو اس دي تي او البي يو اس دي تي، بس يعني اي عمله انت عايز تتداول بيها، بس اليو اس دي تي افضل من المحفظه الفوريه او عندك محفظه التمويل. تمام. بعد كده العقود، تختار عقود يو اس دي. هتتكى المبلغ مثلا اي مبلغ انت عايز تحوله، وتتكى تاكيد التحويل. هتلاقي الرصيد موجود عندك هنا. فطبعا يا شباب هنا المحفظه العقود الاجله بتكون غير المحفظه الفوريه، يعني لو انت عندك فلوس على فوري او تمويل مش هتاخد منها خالص ادام انت حاططها على العقود الاجله. فطبعا يا شباب خلينا دلوقتي نعلمكم ازاي تداولوا بأسهل طريقه. هتروح هنا عند العقود الاجله. مثلا انت اول حاجه هنا يا شباب المتبادل والمعزول. طبعا يا شباب المتبادل ديت اللي لو انت مثلا تداولت مثلا ب 3 دولار، نفترض ان انت تداولت ب 3 دولار، فالعمله انت شاريها ب 11 و21 سنت، قلت بقت و20 سنت. فانت دلوقتي هتخسرك مثلا على حسب المبلغ اللي انت داخل بيه، مثلا تخسرك 1 سنت. تمام. واما ترجع تصعد تاني هتكسبك 1 سنت تاني. ان ديت المتبادل. اما المعزول لو انت داخل بيه مثلا 5 دولار، العمله قلت سنتين كده، خلاص فلوسك مش هترجع الا بعد ما ترتفع تاني. فدي برضو انا بفضل انك تتداول على المتبادل. طبعا هنا عندك الرفعه 20 اكس. تمام. انصحك يعني لو انت لسه بتتعلم او كده، فخلي الرفعه حوالي 8 او ما تزيدش عن العشرة. فانا طبعا عاملها على 20. فطبعا كل واحد طبعا واللي بيعرف يتداول بيه. فال20 ده يا شباب لو انت داخل مثلا ب 3 دولار، اكنك داخل ب 30 دولار. فديت المتبادل والمعذور. وده طبعا ال 20 اكس. عندك هنا شراء اللي هي صفقه لونج، او صفقه بيع اللي هي صفقه شورت. فطبعا انت هنا بتشوف مثلا العمله انت عايز اللي هي، هوريكم برضو ازاي، يعني ملخص بسيط جدا 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 هشرح لكم فيه ازاي برضو يعني يعني قاعدة واحدة برضو اللي انت تاخد بيها العملة. طبعا مش هتنفع على كل العملات، بس ان شاء الله تنفع معاكم في عملات، عشان برضو ان شاء الله اعلمكم في فيديو تاني ازاي تبدأ التداول بقى صح. انما المرة دي يا شباب هعلمكم ازاي في الفيوتشر انك تعرفوا تدخلوا صفقات فيوتشر. فهنا يا شباب بقول لك العملة مثلا 11 و24 سنت. هنا مثلا انت عايز تدخلها وهي 11 24 سنت، ان العمله هتصعد. تمام. انا كنت داخلها 11 و17، هي صعدت بس انا طبعا قلت تاني، فانا منتظرها انها تصعد تاني ان شاء الله. فهنا يا شباب بتتكى مثلا مبلغ 30 دولار، او مثلا انت مثلا ده عاملها على 20 اكس. لو انت بتجرب مثلا هتحط 3 يو اس دي تي. لا هنا مثلا العمله هتخليها مثلا 50 ب 3 يو اس دي تي. تمام. وتتكى شراء كده، انت دخلت صفقه لونج. هتحب تروح صفقه شورت، هتتكى هنا 30 كده، ان انت بتراهن ان العمله هتقل. تمام. وبرضه يا شباب هنا انا داخل صفقه تانية اللي هنا انا طبعا يا شباب انا خدت الصفقه ده بقى ازاي يا شباب. لقيت يعني خلاص هي وصلت كده لاقصى ارتفاع للعمله، وطالعه بديل كده يا شباب، اللي هو الديل الاحمر، و يعني اقصى ارتفاع ليها كده يا شباب، اللي هو ديت ادام قال لك كده يبقى الناس يا شباب باعت هنا. الناس كلها باعت عند المنطقه ديت. فانا طبعا لاحظت ديت، دخلت الصفقه شورت. فطبعا يا شباب الصفقه شورت دلوقتي انا كسبان 1 دولار و28 سنت. هنا بيقول لك انت محقق ربح 30%. يعني انت داخل، وهنا الانتر برايس اللي انت داخل من سعر 6.84، هي دلوقتي 6.73. دي بقول لك اللي انت كسبت. طبعا انا كنت كسبان هنا دولار، بس العمله قلت تاني. فيعني ان شاء الله بتصعد عادي، مفيش اي مشكله. هنا لو انت عايز تتكى على ايقاف الارباح والخسائر، تتكى عند ايقاف الارباح والخسائر، تتكى السعر اللي انت عايز تكتبه، بس تتكى السعر وتتكى تأكيد. عايز برضو سعر توقف العملة تشتري منها، اما تشتري لوحدها العملة تبيع لوحدها، اما توصل لسعرك بتكتب هنا برضو، وبرضو بتبيع. طبعا هنا بيقول لك ضبط الرفع على الميزانية، لو انت عايز تضبطها تعليها او توطيها. طبعا انا مخليها على 20 اكس. تمام. هنا 1 و4. تمام. كنت كسبان 30%، يعني شكل العملة بترتفع كده يا شباب، العملة هترتفع وهترتفع تاني. فانا احسن حل يعني اللي انا اغلق الصفقه، يعني انتظر
تمام معاكم. لو العملة يا شباب تنتها مكملة لحد 11 و30، كده انا هقفل الصفقة، ان العملة خلاص مش هتقل اكتر من كده. فده يا شباب يعني كان كل حاجة في الفيوتشر، وازاي برضو تحول الفلوس، وازاي برضو تعمل الاكس، وازاي الرفعة المالية. طبعا شباب الرفعة المالية ديت يعني انت اكنك داخل مثلا ب5، اكنك داخل بحوالي 50 لو انت عاملها على 20 اكس. وده برضو المتبادل شرحناه. وبس كده يا شباب، ده كان شرح الفيوتشر. برضو لو انت عايز تقفل الصفقة خلاص، مش عايز تعمل في الصفقة تاني، تك عند اغلاق الموضوع، تك عندي تأكيد. بس كده يا شباب انت اغلقت الصفقة. بس انا هصبر عليها شوية اشوف هي لحد فين، ولو ما لقيتش فيها يا شباب هبوط تاني، فانا كده يا شباب داخلها شورت، دي داخلها شورت، ودي داخلها لونج. فشباب ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله لو انتوا عايزين اعمل صفقات على السبوت اعلمكم برضو ازاي تشتروا صفقات سبوت، وبرضو ازاي تشتري تقدر تشتري الصفقه وهي بسعر حلو، عشان ما تدخلش الصفقه وهي بسعر اعلى مثلا والصفقه تعكس عليك. من في عملات طبعا متداول في عمله السي اتش زد، بس ده كانت اول عمله اصلا متداول فيها ولها معاها قصه. فيا شباب ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.